سلام اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا وجدت الكرز اولا دبتي بغيوش. شوفوا كي جاو مرطبين والمذاق ما نعاودش لكم، وحتى الطريقه كتجي سهله بلا عجين بلا دليك. هنايا عندي المقادير: عندي بيضه واحده، عندي نص كيلو ديال الدقيق. من الاحسن خذوا ديال الحلويات، الدقيق الخاص بالحلويات. عندي معلقه كبيره ديال خميره ديال العجينه، عندي 50 غرام ديال الزبده، جوج كيسان كبار ديال الحليب دافئ، قليل من الجنجلان، كاس الا ربع ديال السكر بودره، جوج خماير حمرين، ونص ربع كاس ديال زيت المائده. هنا اخواتي كنوضعوا السكر، كنوضعوا الخميره، البيضه، كذلك الزيت والحليب، كنخلطوا غير بسباتول بهذا الشكل هذا. كنبقاو نخلطوا مزيان مزيان هذيك المكونات حتى تخلط صافي. هنا كنضيفوا الدقيق مع الخميره، خميره الحلويات، وكنعاودوا نخلطوا من جديد. الا بانت لينا شويه خاصها الدقيق، يمكن لينا على حسب النوعيه ديال الدقيق نزيدوا شويه. صافي هنا خلطها مزيان. كتضيفوا 50 غرام ديال الزبده وكتعاودوا تاني تعجنوها من جديد فقط غير بالسباتول. هنايا كانت شويه العجينه مطلوقه، زدتها شويه ديال الدقيق وخلطتها بيدي. كنضيفوا لها الجنجلان وكنعاودوا نخلطوه معها بهذا الشكل. صافي كدهنوها من الفوق بشويه ديال الزيت وكتغطيوها بالفيلم اليمونتير وبمنديل وكتخليوها تختمر. هنا ملي كتخمر عندنا العجين كناخذوا ميزان ديال العبار، كنعبروا على حسب القياس اللي بغيتو. انا درت كل حبه فيها 60 غرام باش يجيوني مقادين في الشكل ويعطيو منظر زوين. وانتم بغيتوهم كبر فزيدوا في الحجم ديالهم. انا بغيتهم يجيو شويه متوسطين على هذا الشكل. صافي هنايا بقيت كدوروهم هكا، تخدموهم بيديكم باش تحصلوا على هاد الدوائر. وكل مره كتبقاو دهنوا يديكم بشويه ديال الزيت باش يسهلوا عليكم في الخدمه. صافي هنا كتبسطوهم بالداخل ديال يديكم على هذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي نخليهم يخمروا. ملي خمروا كندهنوهم بشويه ديال صفار البيض مع قليل من الحليب. تقريبا كتخليوهم واحد 20 دقيقه يخمروا. وهنا كنرشوا عليهم شويه ديال الجنجلان. بطبيعه الحال كنكونوا سخنا الفرن على 175 درجه تحت وفوق. وكما كتشوفوا القريشلات ديالنا او الكرش جا على هذا الشكل. مذاق رائع وتساهل كيتوجد بسرعه، ونتمنى تجربوه.